عايزة أسأل سؤال وعايزة حد يرد على السؤال بتاعي ده. بليز بليز حد يرد على السؤال بتاعي ده. ولو حد جرب الهير ماسك ده يقولي هل فعلا الكلام والضجة الكتير اللي حاصلة على الهير ماسك ده حقيقية ولا الناس دي بتأفور ليه؟ هو انتوا يا جماعة أول مرة في حياتكم تستخدموا هير ماسك عشان كده انتوا مبهورين بالهير ماسك ده؟ امال انا منبهرتش ليه؟ بجد انا منبهرتش خالص بالهير ماسك ده. طيب اللي معرفش الهير ماسك ده اللي هو اسمه ميل. الهير ماسك ده المفروض ان هي الميل ده مجموعة كاملة للعناية بالشعر، في منها الشامبو والهير ماسك وكمان الكونديشنر تقريبا، وفي الزيت بتاع الشعر بتاع تساقط. واللي ما يعرفش ان المجموعة دي بالروزماري وبالمنت بالنعناع. طيب الروزماري وعرفنا ان هو مفيد للتساقط، والنعناع برضو مفيد للتساقط، ومفيد ان هو بينظف الشعر او فروة الراس وبيخلي الشعر حلو ونضيف. طيب طيب تمام، حلو المكونات دي للشعر، بس ليه انا احط حاجة على شعري تبقى ريحتها نعناع؟ يعني ليه؟ انا استخدمت هير ماسكس كتير من سنين، من قديم الازل، من يمكن وانا عندي 10 سنين وانا بستخدم حاجات عناية للشعر والبشرة وكده. فانا ليه يكون ريحة شعري، ليه تكون ريحة شعري نعناع؟ يعني دايما استخدم الحاجات الخاصة بالشعر بتبقى ريحتها اللي هي جامز، ريحتها فروتس، ريحتها مثلا ورود، ريحتها برفيوم، السنت كده تبقى حلوه كده، تبقى عايزه تشميها، في ريفريشنج كده في الموضوع، وحاسه ان ريحتك وريحه شعرك حلوه. ليه انا ريحه شعري يبقى ريحته نعناع؟ يا جماعة الفكرة دي اللي عمل فكرة ان ريحة الشعر او ان المنتجات بتاعة الشعر تكون ريحتها نعناع، انا شايفاها من وجهة نظري هي فكرة فاشلة. فدي اول ملحوظة بالنسبة لي على المنتجات دي. يمكن انا في المجموعة دي كلها ما استخدمتش غير الهير ماسك، ويمكن انا جبت الهير ماسك اول حاجة لان انا الهير ماسك بتاعي كان خلص وكنت عايزة هير ماسك، ولقيت الضجة والكلام الكتير على المجموعة دي، قلت خلاص اول حاجة هجيبها في المجموعة دي هي الهير ماسك، ولو تمام اجيب بقية المجموعة. كويس ان انا ما جبتش المجموعة كلها لاني انا مش متفائلة خير يا جماعة. انا شفت كمية ريفيوهات على الهير ماسك دي، انا مش عارفة ليه، مش عارفه ليه بجد. بصوا، هو الهير ماسك ده اللي ما يعرفش، هو حجمه 340 جرام. هو بالنسبة لحجمه فهو خطير، ويمكن ده أكبر هير ماسك أنا جبته في حياتي. بس دي مش حاجة حلوة قوي، دي حاجة حلوة فكرة ان انا يكون عندي هير ماسك حجمه كبير كده بس الكواليتي بتاعته عجباني وتحفة، هبقى مبسوطة قوي ان انا عندي الحجم ده. بس يا جماعة انتوا مكبرين الموضوع يا جماعة. هو لذيذ، لذيذ حلو، مش اكتر من كده على فكرة، مش واو. الناس اللي بتقول عليه خطير وواو وغير الشعر والكلام ده كده، لا انتوا على فكرة ما استخدمتوش هير ماسك حلوة، انتوا ما صرفتوش على شعركم قبل كده، او انتوا ما استخدمتوش منتجات حلوة للشعر، فانتوا بالنسبة لكم ده كان واو. لا يا جماعة، ده مش واو ولا حاجة. وبالنسبة للناس اللي عايزة تشتري الهير ماسك ده، هو يا جماعة حلو مش اكتر من كده، مش وحش ومش تحفة، هو حلو. وبالنسبة للماسك ده يا جماعة لوحده معدي 1000 جنيه، فمش اي حد هيحط المبلغ ده في ماسك للشعر. اي نعم الماسك بتاع الشعر مهم جدا في الترطيب وترميم الشعر،
بس يا جماعة مش اي حد هيحط المبلغ ده في الهير ماسك ده. وكمان خلي بالكم ان الهير ماسك ده في منه كتير قوي مقلد، يعني مش اصلي في السوق. يعني انتوا عشان تجيبوه اصلي لازم يعني تعملوا سيرشاتكم كده وتبحثوا عنه لحد ما تلاقوا المنتج الاصلي، لان الاختلاف بينهم مفيش. الاختلاف بقى بعد ما تجيبيه، يعني من بره كده مفيش اختلاف، بعد ما تجيبيه وتبتدي تستخدميه هتعرفي ان فعلا في اختلاف. لكن انا مش جايه النهارده اقول لكم الفرق بين الفيك والاوريجينال، انا جايه اقول لكم ان الهير ماسك ده عادي يا جماعه. الهير ماسك ده لو انت جبتيه او ما جبتوهوش شعرك مش هينقصه كتير، لانه عادي. انا واثقه مليون في الميه ان كلنا كبنات استخدمنا هير ماسك، سواء بنجيبه مثلا من السوبر ماركت او الهايبر او الصيدليه. انا واثقه اننا كلنا كبنات استخدمنا هير ماسك احسن من الماسك ده. انا عن نفسي يعني من زمان قوي وانا بستخدم حاجات للشعر وللبشره، وجربت الحاجات اللي هي المحليه اللوكال، وجربت المستورد كتير قوي قوي قوي. انا شفت هير ماسكس مصريه ومستورده احلى من ده بمراحل، ما خدوش كمية الضجة والاوفر ريتد اللي خدها الماسك ده. الهير ماسك ده يا جماعة حلو، عادي عادي والله العظيم جدا. انا استخدمته حوالي تقريبا 4 أو 5 مرات. هو المفروض الناس هتقول ده حجمه حلو قوي. الهير ماسك ده يا جماعة من نوع الهير ماسك ده يا جماعة من النوع اللي الشعر بيمتصه بسهولة جدا، يعني مهما تحطي منه كمية كبيرة بتلاقي شعرك عمال يمتصه. انا مش عارفة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، بس المهم ان هو يعني وممكن يخلص بسرعة. يعني انا استخدمت هير ماسك تاني او حاجات تانية انواع تانية كنت حجم العبوة كانت اقل من دي، بس لما باخد كمية صغيرة بلاقيها بتتوزع على البشر سوري على الشعر كله، والشعر بيمتص جزء وبيسيب جزء على الشعر، بحيث ان انت لما بتيجي تشطفيه مثلا بعد نص ساعة ولا حاجة بتلاقي ان البرودكت ماشية او نازلة مع المية. انا لما مهما باخد كمية من الهير ماسك دي وبحطها على شعري انا بحس ان الشعر بيمتصه. انا بلاقي المية اللي نازلة من شعري يعني لونها متغير حاجة بسيطة قوي، ومعنى كده ان الشعر بيمتص كل البرودكت اللي انا حطاها، مش بيطري الشعر بالطريقة اللي البنات متخيلاها. يعني حاجة بسيطة قوي. هو بس في ميزة واحدة بس، ان هو بيهدي لو انت شعرك هايش، بيهدي الهيشان شوية، فبيديكي افكت ان الشعر اتفرد حاجة بسيطة، بيدي فردة بسيطة قوي للشعر. بس يا جماعة هو حلو، هو عادي، ما يستاهلش الضجة والكلام الكتير بصراحة اللي حاصل عليه. وانا بصراحة خايفة اجرب الشامبو وخايفة اجرب الزيت لا يطلعوا نفس الموضوع، فانا مش عارفة بصراحة، لسه محتارة هل اجربهم ولا لا. بس يمكن لو جربت حاجة من المجموعة دي تانية هيكون الزيت بتاع الشعر. الفكرة ان انا اكون حاطة على شعري، طبعا احنا عارفين ان الهير ماسك بيتحط على الشعر بس، يعني النعناع والروزماري هيعملوا لي ايه للشعرايه نفسها؟ النعناع والروزماري حلوين لو انا هحطهم على فروة الراس، بس انا هستفاد ايه من ان الروزماري والنعناع يتحطوا على الشعر نفسه؟ حاسه ان الفكره مش احسن حاجه، فانا مش عارفه بصراحه. انا ممكن ادي للهير ماسك ده 5/10، مش اكتر من كده على فكره. فهو يعتبر اللي هو مش الواو ومش الرديء، بس هو على سعره بصراحة لا، في حاجات احلى منه بكتير. انا بس مش عايزة اقول لكم الانواع اللي انا جربتها وكانت تحفة وبرفكت عشان ما بقاش بعمل مقارنة بين المنتجات. بس انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني اتكلم فيه عن المنتجات اللي انا جربتها سواء كانت محلية او مستوردة، وبصراحة يدوا ده. انا اسفة جدا يا جماعة، انا مش هطلع اعمل زي كل البنات واقول لكم الهير ماسك ده تحفة والهير ماسك ده خطير ولازم تجربوه ولازم يكون عندكم. الهير ماسك ده غير شعري 180 درجة. مش هطلع اقول الكلام ده لانه بجد انا من خبرتي في المواضيع ده
او في المواضيع دي بقول لكم ان انا استخدمت منتجات احلى من ده بمراحل. وبلاش نقارن بين المستورد والمحلي، هقول لكم ان انا استخدمت منتجات مستوردة واسمائها برضو معروفة، بصراحة احلى من الماسك ده بكتير. واستنوا بقى الفترة اللي جاية ممكن اجيب الزيت واستخدمه واطلع برضو اقول لكم رأيي فيه ايه. بس الهير ماسك ده زي ما قلت لكم هديله 5/10. ويا بنات لو انتوا معاكم المبلغ بتاع الهير ماسك ده، بلاش بدل ما تروحوا تجيبوا قطعة واحدة وتستخدموها، هاتوا قطعتين 3 من منتجات تانية احلى بكتير، وحافظوا بجد على فلوسكم.